واش حنا قدام مشروع اقتصادي وسياسي غادي يبدل موازين القوى في المنطقة، ولا غير أخبار متداولة وتم تضخيم ديالها؟ اليوم غادي ندخلوا في الموضوع بعمق، وغادي نحاولوا نفهموا أشنو واقع فعلا وشنو ممكن يوقع في المستقبل. حيت اللي كيدور دابا ماشي غير اتفاق عادي، ولكن شراكات استراتيجية ممكن تغير بزاف ديال الحوايج. علاش العلاقات بين المغرب وفرنسا مهمة بزاف؟ العلاقة بين البلدين قديمة بزاف وعندها جذور تاريخية واقتصادية قوية. فرنسا من أكبر المستثمرين في المغرب، وكاين شركات فرنسية كبيرة خدامة في عدة قطاعات، من بينها النقل، الصناعة، الطاقة، والبنوك والاستثمار. هاد الشي كامل كيخلي أي اتفاق كبير بين البلدين عنده واحد التأثير مباشر على الاقتصاد وحتى على السياسة في المنطقة. أشنا هي صفقة القرن اللي كيهضروا عليها؟ المصطلح ماشي رسمي، ولكن كيتستعمل باش يوصف مشاريع ضخمة واستثمارات كبيرة بزاف ممكن توقع في عدة مجالات في آن واحد. كاين كلام على شركات استراتيجية ممكن تشمل تطوير البنية التحتية والنقل السريع، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، والتعاون الاقتصادي الإفريقي. بمعنى آخر، ماشي هي مشروع واحد، ولكن باقة ديال الاتفاقيات الكبيرة اللي ممكن تعطي دفعة قوية للاقتصاد. قطاع النقل واحد من أكبر المفاجآت. شركات فرنسية عندها خبرة عالمية في النقل الحديث، خصوصا القطارات فائقة السرعة. ومن بين الأسماء الكبيرة في هذا المجال كاين اللي عندها تاريخ طويل في مشاريع القطارات والتجهيزات السككية. إلى توسعت هذه الشراكات أكثر، ممكن نشوفوا مشاريع نقل جديدة وربط مناطق أكثر بسرعة عالية، وهذا الشيء كيغير الاقتصاد كامل ديال المدن. المجال الآخر وهو الصناعة والطيران. كاين واحد الطموحات كبيرة، وكاين حديث على تطوير صناعات متقدمة خصوصا في مجال الطيران والتكنولوجيا. بمعنى آخر، ماشي غير الاستيراد، ولكن الإنتاج والتطوير المحلي. كاين الصناعة والسيارات اللي هي قوة اقتصادية صاعدة في المغرب، واللي هي ولات من الأعمدة الاقتصادية الكبيرة، وشركات عالمية كتستثمر فيه بقوة. وأي توسع في هذا القطاع ممكن يحول المغرب لمركز صناعي عالمي أكثر قوة. الطاقة والاستثمار الأخضر اللي هو المستقبل الحقيقي. العالم كامل كيتحول للطاقة النظيفة، والمغرب من بين الدول الرائدة في هذا المجال. وكاين اهتمام كبير بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، خصوصا مع شركات ومؤسسات أوروبية. كاين البعد السياسي. علاش هذه الصفقة مهمة دوليا؟ ماشي غير الاقتصاد، ولكن حتى النفوذ السياسي. التعاون الكبير مع أوروبا كيخلي المغرب شريك استراتيجي مهم في المنطقة، وهذا كيأثر على التجارة والأمن الطاقي والاستقرار الإقليمي والنفوذ في إفريقيا. الحقيقة هي أنه كاين تعاون اقتصادي كبير فعلا، ومشاريع ضخمة كتطور تدريجيا، لكن مصطلح صفقة القرن هو تعبير إعلامي أكثر منه اتفاق رسمي واحد. يعني ماشي وثيقة واحدة كبيرة، ولكن سلسلة مشاريع استراتيجية ممكن يكون التأثير ديالها بحال صفقة تاريخية. اش ممكن يوقع في المستقبل؟ إذا استمر هذا التعاون بسرعة، ممكن نشوفوا نمو اقتصادي أسرع، صناعات متقدمة أكثر، دور إقليمي أقوى للمغرب، تحول كبير في المنطقة، تحول كبير في الطاقة النظيفة. باختصار، شراكة استراتيجية طويلة المدى
ماشي غير اتفاق مؤقت. الخلاصة من هذا كله، ما كاينش إعلان رسمي على صفقة القرن بمعناها الحرفي، ولكن كاين تعاون اقتصادي ضخم ومشاريع استراتيجية كبيرة، واللي ممكن فعلا تغيير موازين الاقتصاد في المنطقة خلال السنوات الجاية. قصة ماشي غير إشاعة، ولكن حتى ماشي صفقة وحدة. القصة هي شراكة طويلة الأمد كتكبر عام بعد عام. أشنو رأيكم انتما؟ واش هاد التعاون غادي يخلي المغرب قوة اقتصادية أكبر في إفريقيا، ولا الأمور غادي تبقى بنفس الوتيرة؟ اكتبوا لي الرأي تاعكم في التعليقات، وديروا لايك للفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. والسلام عليكم.